إعداد وتقديم هشام فرغلي ورشا طاحون. كل سنة وانت طيبة يا معلمتي الجميلة. وأنت بخير يا نور، ولكن ألم نتفق يا نور أن تتحدث باللغة العربية؟ لماذا الآن تتحدث باللغة العامية؟ سامحيني من فضلك، أنا بنسى أتكلم باللغة العربية الفصحى. ممكن تسامحيني المرة دي؟ سأسامحك ولكن بشرط. وما هو الشرط معلمتي؟ الشرط هو أن تأتي معي لنتكلم مع الفيلسوف. ومن هو الفيلسوف معلمتي؟ إنه رجل طيب وحكيم. إذن هيا بنا معلمتي نذهب له. فيلسوف، نحن هنا. مرحبا بنيتي، من هذا الغلام اللطيف؟ إنه نور، جاء معي لكي يتعرف على الفيلسوف ويشاركنا حوار الليلة. مرحبا بك يا نور، ما حوار الليلة يا ترى بنيتي؟ فيلسوف. نعم بنيتي. أيهما أفضل أن تقال في المناسبات؟ كل سنة وأنتم طيبين، أم كل عام وأنتم بخير؟ بنيتي، هناك فرق كبير بين السنة والعام. وكيف ذلك يا فيلسوف؟ أليست السنة هي العام؟ بنيتي، السنة والعام يطلقان على زمن واحد، ولكن السنة تشير إلى الجدب والقحط والمعاناة، كقوله تعالى بسورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا دليل على ما عاناه نوح عليه السلام من الكافرين. إذن وما هو العام يا فيلسوف؟ أما العام يرمز له بالخير والبركة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسورة يوسف: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هل عرفت الآن الفرق بين السنة والعام يا نور؟ نعم معلمتي، والفضل يرجع إلى الفيلسوف. بوركت يا نور. فيلسوف. نعم بنيتي. أخبرني أيضا عن بنيتي، حوارك جميل، ولكن حان الآن موعد السحور. إذن إلى اللقاء غدا يا فيلسوف.